تمر هندي يا أطيب مشروب. من برا كله وقدموا جراح عليهم في القتال لأجل القسم الذي أقسم به، فخرج في ذلك اليوم على جواد مثل الغمام يصطاد على ظهره النعام، متقلدا بسيف مهند، وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي رحلتي كانت في دمشق قبل أسبوع. أنا حبيت أعمل كتم للصوت علشان تعيشوا الأجواء. طبعا أنا هون بمحل حلويات داود إخوان بالميدان بالجزماتية. طبعا هذا لازم أوصل، كل ما أوصل دمشق لازم أروح أشتري من عنده، لأنه حلويات وأطيب حلويات ولازم تجربوه إن شاء الله. بعد هيك طبعا احنا اول شيء رحنا على الحميديه، وبعدين رحنا على روضه بقداش وحكوات النوفره. هاي بمقهى النوفره لها 500 عام هالقهوه، القعده كانت حلوه كثير بيها. احنا هون بعد نصور اللي صوروا بيه باب الحاره. انا بصراحه ما حضرت المسلسل، بس بيحكوا هنا صوروا الاجزاء الاولى طبعا. بعد هيك يعني كانت الصراحه رحله دمشق حلوه كثير، بس هي تعب على الحد، يعني الازمه على الحد الاردني يعني. والباقي مكان كانت الرحله كثير حلوه، والاجواء كانت مرتبه يعني بدمشق. وهي بحب انا الحارات القديمه، يعني اكثر وقت بحب اضل امشي بالحارات القديمه، بباب تومه عند محامص نظام. يعني هاي الشغلات بتلاقوها بهاي الاماكن. سوق مدحت باشا كمان حلو كثير. ورحنا يعني اماكن كثير بدمشق، بس ما لحقت اصور كل اشي، يعني مختصر صورت لكم كذا. يعني احنا كانت رحلتنا لدمشق بس 5 ايام، مش كثير يعني ما قدرت اصور كثير. طبعا هذا كان قبل بيوم ما نسافر. رحنا على الحديقة نسهر بيها، كان لقينا واحد بغني بالحديقة، وكان الجو حلو كثير. يعني رحلتنا كانت حلوة وممتعة، بس انه كنت حابة وقت اكثر، كنت حابة اوصل طرطوس. ان شاء الله بالمرة الجاية نزورها. اتمنى الكل يرجع يزورها سوريا ان شاء الله. الوضع حلو، امان وكثير مريحة كانت الرحلة. ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجابكم.